ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. تعالوا النهاردة اقول لكم تجربتي مع داش. طلعت داش في الغالب 3 ساعات ونص كده، فقلت اوريكم ايه المميزات وايه العيوب بتاعة داش. هقول لكم المقارنات بينه وبين اوبر ايت. اول حاجة بصراحة ما حبيتهاش فيه ان هو لازم تعملوا له سكادجول، تاخدوا كده ساعات زي ما انتوا شايفين بيكون فيه سكادجول، مش بتدوسوا على كلمة جو زي اوبر ايت ويجيلكوا الاوردرات، لا لازم تعملوا سكادجول. وزي ما انتوا شايفين السكادجول عبارة عن ساعة وفي حاجات نص ساعة، فانا شفت عقبال ما باخد اوردر واحد واروح اوديه برجع الاقي ان الساعه خلاص راحت. في كمان بيبعتولكوا اوردرين مع بعض اوقات لما بيكون المطاعم جنب بعضيها او لما بيكون البيت اللي انتوا رايحينه جنب التاني. فدي اول حاجه بصراحه ما حبيتهاش في داش. يعني انا اخترت مواعيد زي ما انتوا شايفين كده بس ملحقتش اخلصها كلها. لكن اوبر ايت احلى حاجه فيه ان انتوا تقدروا تعملوا فيه كذا حاجه، تقدروا تعملوا شوبينج، تقدروا تعملوا دليفري، تقدروا تعملوا درايفر، وتقدروا كمان تعملوا كونكت اللي هو بتودوا باكيج من مكان لمكان. والميزه اللي في اوبر ايت ان انتوا اول ما بتفتحوا بيجيلكوا الاوردرات على طول من اقرب ستور جنبي. دلوقتي انا اخترت المواعيد وبدات ان انا اروح اقرب منطقه بيزي علشان يجيني اوردر. جاني اوردر زي ما انتوا شايفين، بدات ان انا اخده واروح على المكان. هو زيه زي اوبر ايت بالظبط، بس بيختلف في حاجه ان انتوا لما بتاخدوا الحاجه من المطعم لازم تصوروها. هتشوفوا معايا الخطوات دي دلوقتي بالتفصيل. طبعا زي ما انتوا شايفين ان الكاستمر ده بيقول سيبوا الحاجه قدام الباب، ما بتخبطوش على الباب. في كاستمر بيقول لازم ان انتوا تقابلوه على الباب عشان ياخد منكم الحاجه. تاخدوا بالكم من التعليمات اللي زي كده. بعد ما بتودوا الاوردر زي كده بتدوسوا على كلمه complete delivery، بيقول لكم لازم تصوروا الاوردر، تعملوا تيك فوتو وبعد كده بتصوروها زي ما انتوا شايفين كده. اخدت لها صورة. اوبر ايت برضو بيكون زي النظام ده كده بالظبط. في حاجات لما بيقول سيبوها على الباب لازم تصوروها، ولازم تجيبوا الرقم بتاع الشقة او بتاع البيت علشان يبقى مضمون ان انتوا وديتوا الحاجة في المكان الصح. ده كان اوردر تاني، كانوا 2 اوردر مع بعضيهم في نفس المكان. ده كان من مطعم وده كان من مطعم تاني. الاوردرين عملوا $13.75. دلوقتي انا كنت واخده الاسكاجوال بتاعي في منطقة، ودلوقتي انا في مكان تاني، منطقة تانية اسمها كوليفيل، موجود فيها داش دلوقتي داش. فهو بيقولي لو انت عايز تاخد الفلوس عن طريق اوفر ولا عايز تاخدها عن طريق التايم. عن طريق التايم اللي هو الساعة حاسبها لك $14 زائد التبس، فانتوا بقى على حسب ما تختاروا. انا بصراحة يعني لحد دلوقتي لسه مش شايفة ميزة حلوة في داش غير بس الفلوس شوية كويسة. لكن هقولكوا على كل العيوب بعد كده. في ناس كتير شغالة في داش وبتقول عليه ان هو احسن بكتير من اوبر ايت، بس انا هقولكوا على ميزة ده وميزة ده علشان تشوفوا اللي انتوا عايزين تعملوا. تقدروا تنزلوا الاتنين وتشتغلوا على الاتنين، يوم ده ويوم ده، وهي ماشية. يعني دلوقتي انا بدأت ادور على منطقة بيزي علشان اوصل ليها علشان يجيني اوردرات، وانا ماشية في الطريق جاني الاوردر ده وعملت له اكسبت. انا مختارة على حسب الساعة $14 زي ما قلتلكوا. دلوقتي رايحة المطعم ده هروح اجيب منه حاجات وبعد كده اوديها البيت. اوحش حاجة برضو في داش ان انتوا لازم تروحوا منطقة بيزي علشان يجيلكوا اوردرات. يعني بتدوسوا على الماب زي ما شفتوا، بتدوروا على اقرب منطقة تكون بيزي، وانتوا رايحين هناك ممكن يجيلكوا اوردر او ممكن ما يجيلكوش كمان. لان انا وقفت كتير وقعدت مستنية كتير قدام الاسطور اللي هم قالوا عليه، واول ما بوصل هناك يقولوا لي في منطقة تانية بيزي تقدر تروح عليها قدام مطعم تاني، فامشي كمان مثلا 5 دقايق تاني علشان الاقي اوردر تاني. طب وليه كده؟ يعني عايزه اقولكوا بس على العيوب اللي انا شفتها في داش. في ناس قالت ان انا عشان لسه جديده وهم شغالين ادلهم فتره ومش عارفه ده صح ولا غلط، ان انا لازم اعمل سكادجول، ما بيجينيش ان انا افتح على طول وابدا اشتغل عادي، لكن لازم اعمل سكادجول بساعات وبايام والحاجات اللي زي كده. فدي حاجة انا مش حباها خالص. في المقابل هنلاقي اوبر ايت اول ما بتدوسوا على جو ناو بتفتحوا بيجيلكوا على طول الاوردرات في اي مكان وفي اي منطقة انتوا موجودين فيها. تاني حاجة في داش ان احنا لازم نمشي لحد منطقة بيزي علشان نلاقي اوردر، وكمان بيوجهونا لناحية مطعم معين بنروح عليه علشان ناخد اوردر من المنطقة دي. لكن اوبر ايت الميزة اللي فيه انه احنا طالعين حتى من المكان اللي احنا ودينا عليه الاوردر بنلاقي اوردرات تانية بتجيلنا وبنعمل لها اكسبت واحنا ماشيين في الطريق بكل سهولة. مش لازم مثلا نروح منطقة بيزي زي داش عشان يجيلنا اوردر. انا شفت في داش مثلا الفلوس كانت كويسة، التبس كويس،
لكن هو بصراحة غلبني كتير ان انا لازم اطلع من هنا اخلص الاوردر ده اروح منطقة بيزي عشان استنى اوردر تاني يجيني، وكنت بقف شوية كتار علشان الاقي اوردر اصلا يجيني، يا اما استنى يا اما ادور على منطقة تانية بيزي امشي عليها. فموضوع يعني مش سهل، معجبنيش خالص انا شخصيا. انا بصراحة معجبنيش خالص دور داش، حسيت ان هو بيلففني كتير. بطلع من مكان استنى شوية كتار عشان يجيني اوردر، ولازم اروح منطقة بيزي استنى فيها، ولو ملقتش اروح منطقة تانية، فحسيته بيلففني كتير قوي. لكن اوبر ايت بصراحة ما كنتش بلحق على الاوردرات، كنت من اوردر لاوردر لاوردر، فانا شايفة ان اوبر ايت احسن بكتير. في حد في الكومنتات كتب لي كومنت حلو خالص على اوبر ايت لما كنت منزله الفيديو بتاعه، ان انا مش كل اوردر يجيني اعمله اكسبت على طول، ممكن استنى. فانا في الوقت الحالي بستنى فعلا، مش كل اوردر يجيني بشوفه، لا بشوف الاول المايلات قد ايه، بشوف عدد الدقايق قد ايه في الاوردر، وهل هو يستاهل ان انا اخده ولا لا، لان في اوردرات كنت بدوس عليها اكسبت على طول من غير ما اشوف الوقت بتاعها قد ايه ولا المايلات قد ايه، فكنت بلاقي ان انا بمشي كتير جدا جدا على $5 او $4. انا في الاول كنت بعمل اكسبت على كل حاجة بحيث ان انا اخد ريت كويس والكلام ده، بس لقيت ان الموضوع الفكرة مش في الريت ولا الفكرة في ان انا اكون بوافق على كل حاجة، لا لقيت ان انا لازم استنى شوية وابص على الاوردر، اشوف المايلات بتاعته، اشوف الدقايق بتاعته قد ايه، هل يستاهل المشوار ولا ما يستاهلش. فعشان كده بدأت اشتغل حلو في اوبر ايت، عشان كده حبيت اوبر ايت اكتر. زي ما قلتلكوا كده على السريع، دور داش محبتهوش لان هو لازم اعمله سكاجول، معرفش بعد ما هعمل سكاجول واشتغل شوية حلوين هلاقي بعد كده ان انا هدخل هلاقي اوردرات تجيني بسرعة ولا لازم برضو سكاجول. فلو حد اشتغل عليه وعنده فكرة عنه واشتغل فترة طويلة عليه، ياريت تقولولنا خبراتكم في الكومنتات علشان تفيدوا الناس وتفيدونا نكمل فيه ولا ما نكملش. دي بس كانت تجربة سريعة ليا، بس علشان اكون امينة معاكم انا ممكن اجربه مرة كمان واشوف الدنيا هتمشي ازاي. انا زي ما قلتلكوا فلوسه كويسة زي ما شفت، بس محبتهوش علشان التنقلات الكتير ان انا لازم اروح كل منطقة لوحدها، ما بيودنيش من مكان لمكان زي اوبر، فبصراحة يعني محبتوش للدرجة. ودي كانت نهاية اليوم، بعد 3 ساعات وربع اخدت $35.71. في النهاية احب اقولكوا دي تجربة شخصية انا عملتها، ممكن يكون حظكوا افضل، وممكن لو انتوا عايزين تشتغلوا فيها اكتر اعملوا سيرش اكتر واسمعوا عنها فيديوهات تاني علشان تعرفوا تشتغلوا ايه بالظبط. هي اكيد بتفرق من ولاية لولاية، بس انا حبيت افيدكم بالتجربة بتاعتي، وربنا يوفق الجميع يا رب.